إن جاءكم متقول بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين. محب آخر لكم معنا الآن على الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور المبارك، فضيلة الدكتور سعد البريك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم أخنا الحبيب، كيف حالكم؟ بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور سعد، يعني لامني كثيرا أخي إبراهيم رفعت ظنا منه أن الخط انقطع بالأمس عن عمد، ويعلم الله كم نحن مشتاقون إليك. لم ينقطع عن عمد، فنحن نحب دائما أن نستمع إليك وأن نتعلم من علمك. بارك الله فيكم. تفضل شيخ. حفظكم الله وأحييك وأشكرك على ما بذلت من قبل ومن بعد. وأحيي ضيفك الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن دمشقية. الله يحييك شيخنا، الله يبارك فيك. المجاهد المبارك، أسأل الله أن يجعل ما ألف وكتب وصنف وقال وذب عن أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل أم المؤمنين رضي الله عنها، وعن نبينا صلى الله عليه وسلم في موازين أعماله. نعم. حقيقة ما يخطر في بالي أن يكون انهاء المكالمة عن عمد، حاشا وكلا، لكن يبدو أنه حصل خلل فني، والذي أحببت أن أتمه هو القول بأن كما قال السيد رضي الله عنه: ليست بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أمنا وزوج نبينا صلى الله عليه وسلم، هي والله مباركة علينا. نسأل الله أن يجمعنا بنبينا وصحبه وآله في جنات النعيم. اللهم آمين. ولو لم يكن من هذا الأمر كما قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم، إلا أن هذه الحادثة أعادت توحيد صفوف الأمة من جديد. هذه الحادثة جمعت قلوبنا من جديد. هذه الحادثة لو أردنا أن نؤلف وأن نصنف وأن نبذل أموالا وجهدا ووقتا وأن نجيش جيوشا لمعرفة حقائق ما تنطوي عليه بعض العمائم ذات النواصي الخاطئة الكاذبة، ولا أقول كلها، إنما من قال بسب أمهات المؤمنين وطعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في دين الله مكذبا ما صرح الله به من براءة أم المؤمنين رضي الله عنها، من خالف ذلك فنقول إن عمامته على ناصية كاذبة خاطئة، وليست بأول بركات أم المؤمنين. فإن هذا الحشد العظيم من مشارق الأرض ومغاربها، من الغرب والشرق ومن أوروبا ومن جميع الدول، غيرة وغضبة وأنفة وانتصارا لأم المؤمنين رضي الله عنها، هو كما أخبر الله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. والحقيقة يا أخي الكريم أننا ننتظر ممن ينتسبون أو يقولون إنهم على وسط واعتدال في ذلك أن يبرهنوا مصداق ذلك كما قال الأول: والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. فإن من تمام البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أن يصرح بأن التي قيل فيها ما قيل هي زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لا كما يقول ذلك المجرم الأفاك الأثيم الذي يسميها أم المتسكعين عليه من الله ما يستحق. وأن يصرح بالترضي عنها وأن يقال فيها. ثم أيضا أمر آخر: ليس المسلم كما جاء في الحديث الصحيح في الطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. فمن ذا الذي ينتسب إلى الإسلام ثم ينطلق سبا وطعنا ولعنا وفحشا وبذاءة، وفي من شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها زوجته في الجنة وهي أحب النساء إليه، وهي التي ما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراش امرأة إلا معها صلى الله عليه وسلم، وهو التي مات في بيتها كما ذكر الشيخ بالأمس الشيخ مصطفى العدوي جزاه الله خير، وقد أبدع وأجاد وأفاد في بيان مناقب عائشة. وما نسمعه الآن آنفا من هذا البيان الجميل الرائع الذي يعني لا يحتاج إلى جهد كبير لكي يستوعبه، والله من عنده أدنى درجات العقل والفهم والبصيرة كما بيان الشيخ عبد الرحمن دمشقية. وكل تلك الشبهات التي يتعلق بها من التأويل نعتبرهم كالذين يبحثون عن ضوء خافت في نهار واضح شمسه في كبد السماء. فالحق الذي نعتقده هو ما يجب لهذه الأم المباركة الكريمة الحصان الرزان أمنا زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقد من يتكلم في عائشة أن الأمر هذا سيمر بسلام وسينتهي، لا والله. وعجبي أيضا ممن طعنوا يعني المسألة بالمقارنة. يعني بعض الكتاب هداهم الله لما قال الشيخ محمد العريفي كلمته في السستاني
وانبرى كثير من الكتاب في الصحابة وتكلموا وقالوا وأنه والحقيقة الآن يا معاشر الكتاب ها هي أم المؤمنين وليس استاذ أم المؤمنين رضي الله عنها يتكلم فيها وتلعن وتسب وتطعن، فأين أقلامكم كسرها الله؟ وأين ألسنتكم؟ أستغفر الله تبيني لا أريد أن أدعو، يعني أين هذا الحماس؟ يعني أليست أما لكم؟ إن كنتم مؤمنين فهي أمكم، إن كنتم مسلمين فهي أمكم، ألا يغار أحد على أمه؟ وهذه الحادثة التي أقدم عليها الفاجر الفار الخبيث الذي تكلم وهو بين ظهران القوم هناك، الحقيقة أن غاية ما فعل هو أنه لعن وشتم وقذف مليار مسلم ونصف مليار مسلم. البعض لا يعرف حقيقة ما ينطوي عليه هذه الضلالات التي ينطق بها أمثال هؤلاء، وإن عتابنا لمن أصدر البيان في ذلك نقول يعني إن براهين الوسطية والاعتدال أن يتم البراءة من المصادر التي ذكرت هذا الطعن في عائشة. حينما يكذب على الإمام جعفر الصادق ويقال في تفسير قول الله تعالى عن جهنم لها 7 أبواب، قال الباب السادس لعسكر يقصدون به جبل عائشة رضي الله عنها. وحينما يتكلم في شيء يعني مثلا في بحار الأنوار أو يتكلم في بعض المراجع، المسألة ليست أن نطرد فلان من دائرة التشيع. التشيع الذي ينبني على حب أهل البيت فنحن به شيعة. التشيع الذي يعرف قدر علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكانته وسابقته ومنزلته، لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، نحن شيعته ونحن من أهله. التشيع الذي يعرف قدر فاطمة سيدة نساء أهل الجنة نحن نفتخر به. التشيع الذي يعرف قدر الشهيد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه نحن ننتسب إليه. التشيع الذي يعرف قدر الحسن بن علي، وإني لا أعجب كيف يفرد المجلدات والمطولات والمصنفات الطويلة في أخبار الحسين وذريته واعتبار الإمامة محصورة في الحسين وأبنائه، ولا نرى ذكرا لأبناء الحسن أبدا، ولا نرى مكانا ولا مقاما لأبناء الحسن والحسن. وهذا أمر عجيب جدا، وأنا أعتبر هذه مسألة لكل من ينتسب إلى التشيع ليسأل نفسه: أليس الحسن شقيق الحسين؟ أليس الحسن هو البكر والابن الأكبر؟ أليس الحسن أيضا هو سيد من سادات شباب أهل الجنة؟ أليس الحسن ذلك الرجل الإمام المعصوم كما يعتقدون، ومع ذلك تنازل جمعا لصفوف الأمة وحقنا لدمائها وتنازل عن الخلافة لمعاوية؟ ألا يسعنا ما يسعى هذا الإمام المعصوم على قولهم بالعصمة؟ ألا يسعنا ما يسعى هذا الرجل المشهود له بالجنة؟ يعني الأمر أكبر وأخطر من ذلك. ومن ثم فإنني أقول هذه فرصة كبيرة لكل من يريد الحق، لأن الله عز وجل سيحشر كل عبد يوم القيامة فردا، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. والله لا يستطيع أحد من أهل السنة أن يلوذ بالشيخ ابن باز على جلالة قدره، ولا ينفع أحد من أهل الشيعة أن يلوذ بالسيستاني أو يلوذ، ولا مقارنة، وليس هذا بند لهذا. ومع ذلك أقول لكل من ينتسب إلى التشيع: إن كان التشيع إجلال آل البيت والأئمة، الإمام الباقر محمد، الإمام الكاظم موسى، الإمام الصادق جعفر، الإمام علي بن موسى الرضا، إمام الجواد، الإمام كل الأئمة الذين نجلهم وذكر أهل العلم في مروياتنا عند أهل السنة من مقامهم وفي كتب الجرح والتعديل تعديلهم ووصفهم بأجل وأرقى الصفات، فنقول إن كان التشيع هذا فحي هلا بالتشيع هذا، نحبه ونعرف لأهل البيت فضلهم وحبهم ومكانتهم، ونلعن من قتل الحسين ونبرأ إلى الله من فعله. أما إن كان التشيع، يعني أنا لو كنت مسلما وجاء أحد يدعوني إلى التشيع، قلت حسنا سوف أتشيع، ماذا تأمرونني به؟ إذا قال لي أحد حتى تتشيع تبدأ التشيع بأن تلعن أبا بكر وعمر، كيف أبدأ أدخل في ملة أو مذهب أو دين يبدأ بلعن الصحابة؟ كيف أبدأ الانتساب إلى مذهب يبدأ بقذف زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة وعائشة؟ كيف أبدأ تشيعي بأن أهدر عرضي باسم المتعة؟ كيف أبدأ تشيعي بالطعن في القرآن والقول بتحريفه؟ كيف أبدأ تشيعي بأن أقول هناك مصحف يقال له مصحف فاطمة، وإن كان هذا المصحف كما يقول البعض موجودا لماذا لم يخرجه علي بن أبي طالب لما كان إماما؟ ولماذا لم يحكم به؟ ولماذا لم يبينه؟ فإن قالوا كان علي رضي الله عنه مستضعفا عاجزا، كيف يكون الإمام الشجاع الفارس النحرير المغوار المعصوم كما يقولون أيضا شجاعا ويسكت عن ذلك طيلة خلافة الثلاثة رضوان الله عليهم؟ وأنتم تطلبون منه حوائجكم وأنتم تطلبون منه حوائجكم، هو مستطاع يقضي حاجته وتستغيثون به. أنا ذات يوم من الأيام سمعت على إحدى القنوات المباركة أظنها صفا أو وصال،
وبالمناسبة أخص هاتين القناتين بمزيد من الدعاء والثناء والبذل، وإنني أناشد كل من يسمعني الآن ويسمع كلام الشيخ الدكتور عبد الرحمن دمشقية، شيخ الفاضل، ويسمع كلام حبيبنا الرجل الفاضل الشيخ الحبيب، أقول يعني أناشدكم يا معاشر المؤمنين ادعموا هاتين القناتين، فإن قليلا من النور يبدر كثيرا من الظلمات. شيخ الحبيب، أحدهم في إحدى القنوات يقول إن تدعو الله أو تدعو علي فالأمر سيان. نعم. كيف يعقل هذا من رجل معمم قد بلغ أن يسمى بآية الله؟ كيف يا أخي يدعى الله أو يدعى علي بن أبي طالب؟ يعني لو كان عليا إله، هل يسكت علي أن تخوض الأمة في الدماء وأن تقع الفتن وهو إله يدبر في الكون ويتصرف ويعلم ما يكون وما سوف يكون؟ إذن الأمر يحتاج مراجعة من العقلاء. وبالمناسبة فإن هذا الكلام وهذه البرامج والله ليست شحنا عاطفية، وليست مهرجانات خطابية، وليست تعبئة عدوانية، لأن المسلمين يبرؤون إلى الله من الدماء والولوغ فيها. المسلمين يبرؤون إلى الله عز وجل. يعني ليس كل ما تسمعون من هذه البرامج يجيز لمسلم سني أن يغدر شيعيا أو أن يغشه أو يكتب عليه أو أن يستبيح دمه أو أن يقتله أو أن يفتك به. الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. مهما بلغ الخلاف فإن المسلم عفيف في مسألة الدماء، لأن أول ما يقضى يوم القيامة بين الخلائق في الدماء، ولا يزال المرء في فتحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لكن تعال في المقابل حينما تسمع الخطاب في بعض القنوات وفي بعض الأشخاص وفي بعض المقاطع تجدها لا ليس فيها. حتى قال أحد الشيعة الذين اهتدوا إلى السنة لما قيل ما سبب هدايتك؟ قال يا أخي وجدت دينا لا يبدأ إلا بالسب ولا ينتهي إلا بالسب. يعني يبدأ بسب الصحابة وينتهي بسب أمهات المؤمنين والقذف والطعن. قال يا أخي ما هذا دين، وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان الفاحش البذيء. لذا فإنني أدعو العقلاء من السنة أن يعرفوا أن هذه البرامج هي غيرة لأم المؤمنين ووحدة الصف على عقيدة نقية لا نسمح بأن يكدرها الشوائب، وأنها كذلك ليست إيذانا بأن يعتدى على أعراض الناس. وأنا أكرر وأقول، وقد يختلف معي بعض إخواني، أقول عوام الشيعة معذورون حتى تقوم عليهم الحجة. نعم شيخ الحبيب، لهم الأمر. وأعتذر أنني أطلت. لا بارك الله فيكم شيخي، يعني أنا أردت أن أقول لك شيئا حتى نعطي الحق لأصحابه. فقناة الحكمة أيضا معنا في هذا البث المشترك. حي أهلا بهم ومرحبا بتلك الوجوه النيرة. فلك تحيات الدكتور أسامة عبد الوارث أيضا. حياكم الله يا دكتور أسامة وجميع المشايخ الفضلاء، الشيخ أبو إسحاق والشيخ مصطفى والدكتور عبد الرحمن دمشقية وكل من شارك وداخل. أسأل الله أن يجعل ما قالوا في موازين أعمالهم. وأذكر بقول الله تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. ندعو الله أن يثيبك، ولا يدري أن الكلمة هي مما يثيب الله عليها بجنة تجري من تحتها الأنهار. فهنيئا لك يا دكتور عبد الرحمن، وهنيئا لمن سبقك في هذا المنبر المبارك. وأحييك ولا ننسى جهاد الشيخ المبارك الشيخ عدنان عرعور. أسأل الله أن يحفظه وإياكم وأن يهدي إخواننا الشيعة هداية إلى الحق. ومن أصر على طعن عائشة وتكذيب رب العالمين في قوله تعالى أولئك مبرؤون والطيبات للطيبين، فتلك العمامة على الناصية الكاذبة الخاطئة عليها من الله ما تستحق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك وأن يثيبك جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم آمين. بارك الله فيكم شيخ المبارك.